ايوه هي دي بقى الخليه الطريه اللي عامله قلبان في كل شوارع مصر. هي دي بقى الاختراع الجديد اللي من اتوال، واللي عاملينها بسعر مبالغ فيه. هنعملها النهارده في البيت بالصوص بتاعها باقل من نص سعرها وفي دقيقتين اتنين بس. في الاول هنسمي الله ونصلي على رسولنا المصطفى. في العجانه هنزل بكوبايتين ونص من الدقيق العادي، معلقتين كبار من اللبن البودره، معلقتين كبار من السكر، رشه ملح، نص كوبايه من اللبن الحليب، باكت خميره فوريه. وهنعمل حاجه اسمها محسن معجنات، عباره عن معلقتين كبار من الدقيق عليهم نص كوبايه ميه عاديه. نقلبهم على البارد، بعدين نرفعهم على نار هاديه مع استمرار التقليب لحد ما القوام يتقل معانا خالص واللون يكون شفاف. بعدين نرفعهم من على النار، واول ما يبرد هنزل بمعلقه كبيره منه على العجين، وابدا اعجن بايدينا او بالعجانه الكهرباء حسب المتوفر. هعجن لحد ما العجينه تلم معانا، بعدين انزل عليها ببيضه. وبالنسبه لاستخدام الجوانتي حاولت كتير بس ما نفعش. اكمل عجن لحد ما الاقيها تلم معانا وهي بتلزق حاجه بسيطه، بعدين انزل عليها بمكعب من الزبده الم بيه العجينه. بعدين احضر بوله وادهنها دهنه زيت وانزل فيها بالعجين، وادهن وشها كذلك زيت واغطيها واسيبها تتخمر من ساعه ونص لساعتين. هبدا اعمل الصوص. في الخلاط هنزل بربع كوبايه من اللبن البودره، ربع كوبايه من السكر، ربع كوبايه ميه مغليه، ومعلقه صغيره من الزبده. هضرب المكونات كلها في الخلاط لحد ما تختلط كويس جدا. هحضر بوله واصبه فيها واغطيه واشيله في التلاجة لحد ما نيجي نستخدمه. نرجع بقى للعجين بعد ما خمر. ههد خمره واطلعه على سطح خشب مرشوش شويه دقيق، واقطع العجين على قد العدد اللي احنا محتاجينه. انا قطعتها على 12 قطعه. هكورهم كلهم على شكل كوره واغطيهم واسيبهم يرتاحوا لمده 10 دقايق. هحضر صينيه تيفال واديها دهنه زيت. هحضر اي نوع من الجبنه الكريمي واحشي الكور كلها بالجبنه واكد على القفله بتاعتها من تحت، واسيبها تخمر تاني نص ساعه. هحضر صفار بيضه على معلقه كبيره من اللبن وادهن بيه وش العجين، وادخله الفرن المسخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في الوسط لمده نص ساعه. اشغل الشوايه اخر 5 دقايق، بعدين اطلعها واديها رشه قرفه وانزل عليها بالصوص وبس كده. وده كده الترند الجديد من اتوال باقل من نص سعره في اتوال، والطعم يجنن. حاجه كده طريه ومحشيه جبنه كريمي، ورشه القرفه والصوص مخليين الطعم في حته 5 وعاملين ميكس رهيب. في النهايه لو شايف ان يستحق الدعم صلي على النبي واضغط لايك وفولو، لو ما نستحقش صلي على النبي بس. القناه لسه في بدايتها، بدعمكم ان شاء الله هنوصل. والسلام عليكم.